صباح الفل عليكم لو كنتوا بالنهار، ومساء الفل عليكم لو كنتوا بالليل. النهارده ميعادنا مع الجزء الثاني من اسبريسو على قد الايد. الحمد لله الفيديو الاولاني ناس كتير انبسطت منه ورشحوه لبعض وعجبهم الانواع اللي احنا رشحناها في الفيديو ده، حتى بدليل ان في ناس دورت على البن الكولومبي بتاع سميرة معتوق وللاسف لقوه ان دونا عن بقيه الانواع الموجوده عندهم اتسحب كله خلص. وده معناه ان الحمد لله الفيديو اثر مع الناس وعجبهم فعلا نوع البن، ودي حاجه تسعدنا جدا وتفرحنا جدا، لان هو ده هدفنا، ان احنا نعرف الناس انواع القهوه الحلوه وكمان تكون موفره بالنسبه لهم، ما تكونش غاليه قوي. وهسيب لكم اللينك بتاع الجزء الاولاني في الديسكريبشن وهيظهر معاكم دلوقتي فوق على الشاشه. النهارده بقى هنتكلم عن الجزء الثاني من اسبريسو على قد الايد. احنا بعد ما خلصنا الجزء الاولاني وطلبنا منكم ان انتوا ترشحوا لنا انواع قهوه تحبوا ان احنا نجربها ونقول لكم راينا فيها، طلبتوا مننا ان احنا نجرب محامص مصريه، وكان في ترشيحات لبعض المحامص المصريه بالاسم، واحنا فعلا تواصلنا معاهم وجبنا بن من عندهم وشفنا هم بيرشحوا لنا ايه من انواع البن الاسبريسو المميزه عندهم عشان نجربها. وجربنا انواع قهوه اسبريسو كتير من كذا محمصه، وللاسف ما لقيناهاش في نفس الكاتيجوري اللي احنا بندور عليه، اللي هو طعمه مميز وفي نفس الوقت يكون سعره متوسط، مش هنقول رخيص قوي بس في نفس الوقت ما يكونش غالي قوي. ومن ضمن المحامص بقى اللي انتوا رشحتوها لنا واحنا جربناها كانت محمصه سامس كافي. المحمصه دي في عندها انواع كتير من الاسبريسو، وتواصلنا معاهم ايه افضل انواع في الفئه السعريه اللي احنا بنتكلم فيها ورشحوا لنا مجموعه منهم، وبالفعل اشترينا الانواع دي وجربناها كلها. والنهارده قلنا هنقول لكم على احسن نوعين اسبريسو، لان هما دول النوعين اللي عجبونا من ضمن انواع القهوه الاسبريسو الموجوده عند سامس كافي. اول نوع قهوه اسبريسو عجبنا من محمصه سامس كافي كان دينسو ايدوليتشي. دينسو ايدوليتشي بالايطالي معناها كثيف وحلو، يعني دنس اند سويت، وهو فعلا سويت. السويتنس بتاعته او الحلاوه بتاعته جميله جدا، مميزه جدا، من احلى انواع الاسبريسو اللي ممكن تلاقي فيها الحلاوه طاغيه بشكل كبير. وهو قهوه بلند مش سنجل اوريجين، وفعلا هما مجمعين فيه انواع قهوه تديك السويتنس بشكل متميز جدا وبدون ما يكون اوفر، وفي نفس الوقت من غير ما تكون في اي مراره ظاهره. ممكن الجزئيه بتاعت الدنسو ان هو يعني كثيف، يعني هو القوام بتاعه مش كثيف قوي لكن حلو جدا طعم القهوه فيه. نرشحه لكم نمره واحد في انواع قهوه الاسبريسو اللي انتوا تحبوا تجيبوها من عند سامس كافي. وبالنسبه لمحمصه سامس كافي هم بيبيعوا العبوات بتاعتهم سعه 100 جرام 200 جرام 300 جرام، يعني قليل قوي لما تلاقي عندهم سعه ال 250 جرام، بس ده كويس جدا عشان انت ممكن تختار سامبلز 100 جرام من كذا نوع وتجرب وتشوف ايه اللي يعجبك. فسعر الباكت ال 200 جرام من الدينسو ايدوليتشي عامل حوالي 210 جنيه. معانا بقى تاني نوع محمصة سامي اللي عجبنا جدا في القهوة الاسبريسو، وهو النوع الانديا مالابار. الانديا مالابار هو مش بلند زي الدينسو ايدوليتشي، لكن ده سنجل اوريجين هندي، والصراحة الطعم بتاعه كان جميل جدا وكان قريب قوي من طعم الالي كلاسيكو، لكن طبعا فرق السعر كبير جدا لصالح الانديا مالابار بتاع سامز، لان ال 200 جرام منه عاملين حوالي 190 جنيه، لكن الطعم بتاعه قريب جدا من الالي كلاسيكو، نفس الطعم بتاع الشوكولاته مع التوفي شويه مع الكراميل شويه، اضافه طبعا للاروما بتاعه التوابل مع الاعشاب اللي هي ساعات بتكون مميزه جدا للالي كلاسيكو معانا. فده موجود ومتوفر في الانديا مالابار، وطبعا في السويتنس بتاعته اقل شويه من الدينسو ايدوليتشي باعتبار ان هو سنجل اوريجين مش بلند، فما تقدرش انت تتحكم فيه قوي، لكن الطعم بتاعه حلو برده سويت، المراره بتاعته قليله، الحمضيه بتاعته ظاهره بسنه كده يعني من قليله لمتوسطه، فجميله عامله توازن حلو قوي. يعني الناس اللي بتحب القهوه المسكره هيعجبها الانديا مالابار، والناس اللي بتحب القهوه اللي فيها سنه حمضيه مش قويه هيعجبها برضو الانديا مالابار. كده بقى نبقى خلصنا الجزء الثاني من اسبريسو على قد الايد، وان شاء الله باذن الله نكمل بقى تجارب معانا في بقيه انواع الاسبريسو الموجوده عندنا هنا في مصر، ونحدد ايه الانواع اللي في نفس الفئه اللي احنا بندور عليها، ان يكون طعمه مميز وفي نفس الوقت سعره ما يكونش زياده قوي، يبقى فرنج ال 200 جنيه يقل يزيد شويه للربع كيلو، او دلوقتي بقى ممكن لل 200 جرام. فشوفوا تحبوا نجرب انواع ايه وتحبوا ترشحوا لنا ايه، واحنا الحمد لله اللي انتم بترشحوهم لنا احنا بنجربهم ونقول لكم احسن حاجه مميزه عندهم هي ايه. واتمنى بقى الناس اللي هيعجبها الفيديو ده واللي عجبها الفيديو اللي فات ان هم يعملوا لايك للفيديو ويعملوا شير ليه ويعملوا سبسكرايب للقناه ويرشحوه لزمايلهم ويرشحوا انواع القهوه دي لكل اصحابهم، عشان عايزين يعني الموضوع ينتشر اكتر، وفي نفس الوقت يبقى دفع علينا عشان نقدر نكمل في ان احنا نجرب انواع قهوه كتير اللي انتوا بتحبوها واللي انتوا بتطلبوها، ونقول لكم ايه احسن حاجه فيهم. ويا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.